بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة في الفيديو ده هنخزن الفاصوليا الخضراء. هنخزنها بطريقتين، وهقول لكم الطريقة ان هي الافضل او اللي انا يعني بفضلها على طول او بستعملها على طول. بس انا هقول لكم الطريقتين، والطريقتين يعني متقاربين من بعض، يعني مش بعيد عن بعض أوي ولا حاجة. بس انا هقول لكم على الطريقة المحببة ليا اللي أنا باستعملها على طول يعني. طبعا احنا الفاصوليا الخضراء ديت ان هي معروفة ان هي ايه من الخضار اللي الجسم بيحتاجه، وطبعا ان بيمنع السرطانات، واللي بيبقى مفيد جدا للحوامل عشان الفوليك اسيد. يعني ايه، يعني هي اكله جميله طبعا، غير انها طبعا اكله طعمها جميل ولذيذه. هي اكله يعني مفيده جدا للجسم ومفيده للعظم. وفيها مغنيسيوم وكالسيوم، يعني هي اكله حلوه قوي. والافضل طبعا ان احنا لما نيجي نشتريها، نشتري الفاصوليا في اول ما بتطلع بتبقى لسه ايه، خضره، ومن جواها طريه كده وفيها ميه، وبتبقى حلوه يعني. فإحنا إن شاء الله دلوقتي إحنا طبعًا يعني بنعبّيها في الأكياس، طبعًا بعد ما بتكون بردت تمامًا. بس إحنا طبعًا لسه ما قُلناش على الطريقة أو ما بدأناش في الفيديو أصلًا، دي بس أنا باورّيها لكم أهيّة. إحنا دلوقتي دي بنعبّيها في الأكياس على أساس بس ما نعبّيهاش إلّا لمّا تكون باردة يعني. وبعد كده بقى بنبطّط الكيس خالص وبنطلّع منّه الهوا، وبنعمله بسولوتيب، وبنحطّه في الفريزر على أساس ياخد كمية كبيرة يعني. طبعًا يعني إيه، نصيحتي ليكم إن طبعًا أول ما الفاصوليا الخضرا تطلع المفروض على طول تجيبوها، مش تجيبيها وهي بقى يعني ناشفة. أمّا تبقى ناشفة كده بتبقى مش ظريفة خالص، وبيبقى فيها إحبال كده وفتل، وبتبقى مش حلوة خالص في الأكل يعني. فهي لازم تكون في الأول ما بتطلع بتلاقيها من جوّه كده فيها مَيّة وطعمها حلو، وبتبقى طبعًا إيه، طرية وما بتاخدش سِوَى كتير وبتبقى لذيذة يعني. فإحنا بقى إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله دول الفاصوليا إحنا عملنا كيلو على أساس أوريكم إزاي هنعملهم، وتعالوا نشوف إن شاء الله بإذن الله هنعملهم إزاي. الأول دي الفاصوليا، أول ما بتجيبيها من السوق تغسليها كويس قوي، وبعدين إيه تحطيها في مصفى. عما بقى تحضري الغدا وتشوفي شغلك تكون إيه صفت المية اللي فيها، وبتجيبيها. بتجيبي بلانشة زي ديت وبتقطعي البوز اللي فوق واللي تحت، وبتبدأي إن أنت تقطعيها كده بإيه بحردة كده، يعني على أساس تديها كشكل بس، وتقطعيها بمزاجك وممكن تقطعيها بإيدك. بس أنا بحب يعني إيه أديها إيه كمنظر. شوفوا من جوه طرية وجميلة ازاي، ويعني تحسي ان هي ايه طرية. لكن لما بتبقى تجيبيها ناشفة شوية بتبقى من جوه الحب ناشف، ومن بره برضو اللي بتبقى ناشفة وبتبقى مش لذيذة خالص في الأكل. طبعا بنجيبها بقى كده، طبعا هي مغسولة ومتصفية، وبقطعها زي ما انا بوريكم كده، على أساس تبقى منظر بس في قلب الطبق. وطبعا ما تكبرهاش عن كده وما تصغرهاش عن كده، وممكن تقطعيها بإيدك. يعني إيه الطريقة اللي تعجبِك، يعني أي طريقة تعجبِك تقطّعيها بيها. بس أنا بافضّل إن أنا يعني إيه أدّي لها إيه، أعملها بوردة كده وأدّي لها منظر. وطبعًا كمنّاها لسه يعني في أول ما طلعت طرية خالص وسهلة وجميلة يعني في التقطيع، ما بتاخدش وقت. بعد كده بقى لمّا بتغيب شوية في السوق، بتيجي تلاقي فيها في الجنب كده خيط أو حبل كده، دي تبقى لازم تحشيه، لإنه بيبقى يعني إيه، بيبقى مستواش، يبقى لازم تحشيه. بس طبعًا دي بما إنها لسه الفاصوليا طالعة ولسه موجودة، لسه طالعة يعني، فهي طرية، فما مش موجود. لكن لو بتقطّعيها تحشيه. أنا باوريكم أهي من جوّه، شايفين من جوّه خضرا وفيها نسبة مَيّة كده، دي دليل على إن هي إيه، إن هي خضرا لسه طازة يعني جميلة وحلوة أوي. دلوقتي بقى هنكمّل بقية الكمية، هنقطّعها كلّها. دوّة كيلو وهاعمله بطريقتين، هاخزّنه بطريقتين على أساس يعني إيه الطريقة اللي تفضّلوها أو ترتاحوا فيها. بعد كده شايفين يعني لونها طبعًا أخضر وجميل ومنعنع أهي. فأول طريقة أنا باجيب مَيّة مغلية، وبعدين باحُط فيها سُكّر، وبانزل بالفاصوليا.
الفاصوليا يا دوبك بس بتاخد غلوة، بس مش اكتر من كده. انا بوريك اهي ان ديت مفيش فيها اي حبل. دلوقتي بقى بعد ما خلصت الفاصوليا قطعتها خالص كلها اهي، الكيلو قطعته هقسمه نصين. اوريكم دلوقتي هقسمه نصين. انا بقربها لكم للكاميرا عشان تشوفوه. هنقسمه نصين، نص في المصفى ونص في البوله اللي هي البلاستيكيه دي. وهوريكم عشان دي هتتعمل يعني هحفظها بطريقه ودي هحفظها بطريقه، والطريقه طبعا اللي تفضلوها او ترتاحوا لها. اول طريقه احنا هنجيب ميه مغليه على النار، هنحط ميه على النار تغلي. الميه بتغلي اهي، هقوم بقى نازله فيها بمعلقه سكر، بس ما بتحطيش ملح ولا بتحطي حاجه، بتنزلي فيها بمعلقه سكر. وبعدين تنزلي بالفاصوليا. الفاصوليا يا دوبك بتاخد على النار في حدود قلبة واحدة، يعني قلبة أو اتنين بالكتير، ما بتاخدش أكتر من كده، يا دوبك تقلب معاكي بس كده وتقومي مصفياها. مش محتاجة بقى طبعا إنك تحطها في مية ساقعة ولا حاجة. ليه؟ لأن أنت أصلا يعني بمجرد المية بتغلي وبتحطها فيها يعني كأنك بتغسليها، بس بتغسليها بمية سخنة، فما بغيبهاش. والسكر أولا هو مادة حافظة، ثانيا هو بيحافظ على اللون الاخضر بتاعها، ما بيخليش اللون بتاعها يطفي، بيخلي اللون بتاعها يفضل اخضر وحلو. فخلاص كده هنزلها من على النار وهصفيها في المصفى وهسيبها. ما بتاخدش ثواني وبتبرد على طول، يعني بتاخد ربع ساعة كده ولا نص ساعة بالكتير خالص وبتبرد. دي بقى الطريقة التانية. يبقى الطريقة الأولانية احنا غليناها غلوة في قلب المية المغلية وبعدين صفناها وفيها معلقة سكر. دي الطريقة التانية. جبنا نص معلقة سمنة وجبنا الحلة على النار وهننزل فيها بالفاصوليا الخضراء. هننزل بقى الفاصوليا الخضراء ونبدأ نقلبها كويس، يعني تاخد تشويحة كده على النار في حدود مثلا 5 دقايق 3 4 دقايق، يعني مش أكتر من كده. بنقلبها كده نشوحها في السمنة أو نلوحها. وطبعا دي الطريقة ديت ممكن تعمليها برضو مع البسلة، ان انت تحطي، يعني انا ما بعمل البسله بحط السمنه وبقعد الوح في البسله كده في السمنه لحد الميه اللي بتنزلها تشربها كده، وبعدين اكون عامله الصلصه وانزلها في قلب الصلصه. اما برضو الفاصوليا دي بقى الطريقه اللي هخزن بيها، دي الطريقه التانية. بقعد الوحها كده، يعني اشوحها كده على النار بالحته السمنه، وبعدين يعني انزل عليها بمعلقه سكر، بس ما فيش اكتر من كده. السكر برضو مادة حافظة، وفي نفس الوقت بيديلها اللون الخضار الحلو، ما بخليهاش تسود، يعني تبقى خضرة كده محتفظة بلونها الجميل ده. بس دي الطريقتين. الطريقة دلوقتي بقى هنحط عليها معلقة سكر، نحط معلقة صغيرة سكر، يبقى معلقة صغيرة على نص كيلو فاصوليا. وتقلبيها بقى، بتقلبيها كمان تقلبتين 3 كده وتنزليها من على النار وتحطيها في بولة أو في طبق عشان تبرد. ولما دي تبرد ودي تبرد بتبدأي تحطيهم بقى في أكياس وتعينيهم في الفريزر. وطبعا الاتنين لونهم أخضر وجميل، مش باين، يعني ما فيش فيها حاجة خالص، كأنك لسه جايباها من السوق، يعني لما بتيجي تحطها في الصلصة كأنك لسه جايباها من السوق، ما فيش فيها أي مشكلة خالص. دلوقتي بقى أما نقلبها ونبدأ بقى ننزلها. وطبعا بقى اما بتيجي تسويها الفاصوليا الخضراء، انت دلوقتي كده عملتيها اهوت، بتقومي جايبه بقى ايه بصلايه وفص توم، تشوحيهم تنزلي فيهم بالطماطمايه، بالطماطم ومعلقه صلصه صغيره، وما تتسبك بتنزلي فيها بقلب الفاصوليا، بتنزلي بيها بالفاصوليا، بتبقي كأنك لسه جايباها من السوق بالظبط. بتبقى جميله طبعا وخضره وبتبقى جميله قوي، بس يعني لازم الصلصه تتسبك. يبقى دي دلوقتي دي الفاصوليا اللي سلقناها، شايفين لونها اخضر وجميل ازاي، دي اللي سلقناها بردت اهي. ودي الفاصوليا اللي احنا شوحناها في السمنه ومعلقه السكر، وطبعا سبتهم لما بردوا تماما. دي الفاصوليا دي والفاصوليا ديت موجودين اهمت النوعين. ديت بقى اللي كانت مسلوقه سبتها لما بردت خالص، وبعد ما بردت بدأت ان انا اعبيها في الكيس، يعني ما تعبيهاش في الكيس وهي سخنه عشان ما تعملش بخار في قلب الكيس وطبعا ما ينفعش تحطها في الكيس سخنه، طبعا صحيا ما ينفعش، ما تنفعش خالص. وبعدين بجيب الكيس بقى زي ما انتم شايفين كده، ببططه وبخرج منه كل الهواء، وبعدين ببدأ اقفله بالسلوتيب، بقفله بالسلوتيب. بس ما فيش اكتر من كده. ديت اول طريقه عملناها. خلاص دي الطريقه خلصت، هنعمله بقى بسلوتيب. ممكن تعمليه بسلوتيب
ممكن مثلًا حتى لو سِبتيه كده عادي، ما أنتِ بترصيه بقى في الدرج بتاع الdeep freezer أو فريزر التلاجة، بترصيهم فوق بعض في مكان صغير كده، بتحطي الأكياس فوق بعضها وبترصيها، فخلاص ما مش فارقة بقى إن أنتِ مثلًا يعني تحطيه في سولوتيب أو حاجة، بس زيادة الاطمئنان يعني أنا باعمله بسولوتيب على أساس إن هو يعني إيه، من الأمان عشان ما يدخلش له هوا. ودي الطريقة التانية اللي هي شوحناها في السمنة وحطينا عليها السكر وبردت برضو تماما. بدأت برضو أحطها في الكيس على أساس إن إحنا إيه نعينها بقى في الفريزر. بوريكم طبعا لونها أخضر وجميل جدا، الاتنين حلوين، بس أنا بفضل الطريقة الأولانية اللي هي بسلقها. ليه بقى؟ على أساس إن هي المية بتبقى مغلية، بتتغسل كويس وبتنضف يعني زيادة اطمئنان، وبتبقى برضو إيه مستوية شوية، بتبقى حلوة، ما بتاخدش بقى سوا كتير في الصلصة أكتر يعني. دي مستوية ودي مستوية، بس الطريقة التانية أنا بفضلها عشان المية بتبقى مغلية وبتغسلها كويس. دلوقتي هنبدأ بقى نقفلها. طبعا ما تنسوناش بقى في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وتكتبوا لي بتتابعوني من أي بلد. ويا رب يديمكم في حياتي نعمة يا رب، ويخلينا لبعض ويخليكم ليا إن شاء الله، ما تحرمش منكم أبدا. وتقولوا لي إيه رأيكم في الطريقتين، بس الطريقتين ناجحين، الطريقتين ناجحين ومتجربين والله، الطريقتين جمال جدا هيعجبوكم بإذن الله. ويعني زي ما انتم شايفينها طبعا هي بتتكلم عن نفسها اهي، خضرة وجميلة وبتبقى حلوة قوي. مع ألف 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 سلام.